شو قال لك أخونا مراد؟ قال إنه ما لازم مخلوق يشوفني، بس المقربين لإلي، لأنه حياة عابد مرتبطة بهذا الشيء. بس عابد هو يلي عمل معك هيك. طيب قديش رح نضل هون؟ ليش ما عجبك هون؟ لا مو لهيك سألت، بس تكون جنبي ما بيفرق معي وين ما كنا نكون يا عبد الحي. بس اللي شاغل بالي شو رح بيصير معنا بعد كل هاد اللي صار؟ شو رح بيصير بحالتنا؟ نايا، أنا نيتي واضحة كتير معك. الليلة كان عندي آخر حساب كان لازم سكره مشان ارتاح، وهلأ خلصت. عن جد خلصت كل شي؟ من ناحيتي أنا خالص كل شي. هذا علي. افتحي له الباب خليه يجي. أهلا وسهلا علي. انشغل بالي دغري اجيت. خير ان شاء الله، ليش قاعدة هون؟ خير يا علي خير، فوت لجوا ورح تفهم. بسم الله. معلمي؟ أهلين علي. انت دبرتي كل شي ما هيك؟ متأكد إنه لازم نعمل هالشي؟ ايه متأكد. هلأ جماعتنا رح يطلبوا تشريح الجثة جوا. بدي اياكي تدخلي على التشريح مع الدكتور أكرم وبتحلوها هنيك جوا. طالما الجثة محروقة، الدي ان ايه احتمال كبير ياخدوه من السنان. جيبي لي محرمي عليها كحول. هذا أقرب واحد منهم لعبد الحي من ناحية البنية. جبتي العينة؟ بعتقد هي كافية. كل شي مثل ما حكينا، ما لازم حدا يعرف. تعالي قعدي على الكرسي. طيب وليش ما خبرتوني لإلي؟ تعال اقعد يا علي رح بحكي لك. انتوا هلأ بمكان الشايب وبحمايته كمان، وحاليا راح تضلوا هون.
وأنا وكارا رح نهتم بتدريبكم. طيب شو رح نعمل؟ مع الوقت رح تشوفوا شو رح تعملوا، بس قبل كل شيء اللي لازم تعرفوه انكم رح تخدموا اللواء الأسود. شو هو اللواء الأسود؟ لواء حرب الرسول. غير هيك كان من أول ألوية الأتراك. اللواء الأسود رح يكون واقف مع المظلوم لينهي ظلم الظالم. معناتها انتوا لو ما اشتبكتوا مع ايفان هنن كانوا رح يشتبكوا معكم. نحن سابقينهم بخطوة يا كارا. معلم، بتعرف بالخناقة اللكمات ما بتنعد. هي بس لكمة وحدة. كارا، قد ما أسسنا اللواء الأسود على مهل وقدرنا ننفذ العمليات تبعنا من دون ضجة، قد ما بيتأخروا حراس المعبد لحتى ينتبهوا علينا. بس يا معلم، ما في إمكانية تقدر تتحرك بالبلقان من دون ضجة. كارا، أي حركة تفجير رح تخلي حراس المعبد ينتبهوا. هالمرة لازم نكون هادين. حاضر يا معلم. وهلأ لوين رح نروح؟ على أذربيجان. بلاد الأخوة؟ مثل ما بتعرف عضو من الختيارية انقتل بأذربيجان. بدك تلاقي الرابط ورا عملية قتله، وبطريقك بتجيب فرسان جداد من أراضي دولتنا. ما قدرت لاقي العلبة اللي مو معروف شو هي ومين باعتها. خليك متابع بحثك لتعرف شو اللي صار. مكاننا صار مكشوف عليهن. برأيي ضروري نطلع من هون. هاي العملية مانا عملية من برا. لو كانت عملية من برا ما كانوا اكتفوا انه يهاجموا نظامنا الإلكتروني. عفوا سيد ريتشارد، بتشكوا بشي حدا؟ لهي اللحظة لا. طيب كيف بدنا نتحرك؟ متى ممكن تتركني مع عابد لوحدنا؟ عابد، بدي اياك تبحث بالموضوع لوحدك وتقدم تقرير بالموضوع لإلي أنا. تفضل. تعال يا نهاد، ارتاح. امبارح حراس المعبد فلتوا من ايدينا باخر لحظة. بعرف كل شي صار يا نهاد. احتمال كبير تكونوا رحتوا على المكان يلي عم يعملوا فيه احتفال قبول عابد. بعدني ماني مصدق كيف عابد قدر يعمل هيك شي. نهاد، عبد الحي ما مات. كيف معلم؟ يعني نفد من القنبلة، بس طبعا الكل بده يعرف انه عبد الحي ميت. يعني عبد الحي عايش؟ عايش وهلأ عم يرتاح. أنا جبتك لهون مشان نحكي بموضوع تاني. بدك تترك الكي جي تي يا نهاد. ليش أنا عملت شي غلط؟ لا، عم فكر كلفك بمهمة تانية. الشوارع هن شرايين المدن، والكي جي تي ما عم تكون فعالة وتأثر بهالشرايين. نحن بحاجة لشخص ذكي يقدر يجس نبض الشوارع ويقدر يتعامل على هواها. سمعت جدك وأبوك لساتها بالشارع عم تلمع، لهيك حابب تستخدم هذا الشي وتكون صاحب كلمة بالشارع مثلهم.
يعني رح أنزل تحت الأرض؟ بالضبط. رح كون أنا وعاكف بالقصة؟ لا، عاكف يمكن يكون عنده علم بمهمتك، بس حسب طريقك. ممكن تكون ماشي ضده العاكف. كيف رح أشتغل لوحدي؟ في حدا تاني بتحب إنه يكون معك؟ نجدة ابن أخته لزازة، بكتاش تبع ذو الفقار، ويمكن إحسان ما بيشكي من شي. شايف إنك مزبط فريقك. هاي الساعة وقفت وقت اللي توفى أبوك. أبوك كان يشوف الوقت من هالساعة، ولهلأ من وقتها ما اشتغلت. من هلأ ورايح هي لإلك. هاي الساعة بدها تكون بإيدك على طول، وارتباطي معك رح يكون من خلالها. بس انتبه، إذا هاي الساعة وقفت أوتوماتيكيا معناتها بدي إياك تتصل فيني بأسرع وقت. الشغلات اللي لازم تبلش تعملها رح يشرح لك اياها تيمور. شكرا معلم. تعال لشوف. يلا تيسر، الله يكون معك. شو مفكر حالك عم تعمل؟ أنا ما عملت شي. الحادث بنتك اللي عملته. بنتي بتبعد عنها. بدال ما تتشكرني جاي عم تعاتبني. بس لو ما كانت البنت بنتك. انت شو شغلتك مع بنتي؟ عادي، كانت صدفة. الحمد لله اللي كنت جنبها. شوف، كان حادث كتير فظيع. وكاميرات المراقبة مسجلتها كمان. كل شي كان من ترتيبك مو هيك؟ ليك لا تقلق، هي المشاهد مو موجودة إلا معي وبس، وكل الأدلة نظفتها، وما رح تطلع هاي الأدلة على العلن إلا بطلب مني. أنت شو نوعك من البشر؟ محب للخير، ونحن ناطرين منك مساعدتك من شان جمعيتنا. الرجال اللي كانوا مسؤولين عن قتل البارون الروسي بصربيا قدروا يهربوهم من السجن سيدي. منعرف مين يلي عمل العملية وقدر يهربون؟ الدولة التركية، فريق له علاقة مع الكي جي تي. راحوا عملوا العملية بصربيا مشان ينطفوا يلي وراهم. هي أول حملة لإلهم. حملتهم الثانية ممكن تكون بباكو. مشان ياخدوا بتار عضو مجلسهم يلي صفينا لهم إياه. أكيد رح يتجهوا لهنيك. شو بتأمروا سيدي؟
بدي تتصل لي براسكم. شو خير يا نهاد؟ شو عم تعمل بهالحياة غير انك تشرب دواء السعلة؟ شو همك؟ وشو هو هدفك؟ عم نركض بهالحياة، يلي بينادي لي بروح لعنده، مثل الورقة اليابسة، من أي جهة بتهب الريح بروح معه. معناها عطول يا إحسان عم تتحرك بس ما عندك هدف. وأنت يا نجدت شو يلي رابطك بهي الحياة غير تاخد دار خالك؟ ولا ثي. وأنت يا بكتاش شو ما بيقول لي عمي بعمله. أخي علمدار وأخي ميماتي وأخي عبد الحي ماتوا، وأبي مات، والشوارع ضلت للكلاب والطباع، ونحن قاعدين هون منشان يجي حدا ويقلنا يلا امشوا، حتى ما بنعرف يلي عم نعمله منشان شو. ما عاد عندي صبر استنى أكتر من هيك. الكي جي تي ما في إلا عم تلهينا، مو معروف شو عم نعمل، مو معروف مع مين عم نحارب، بس الشوارع ما فيها إلا الكلاب هون وهون. وأنا راجع على الشوارع من جديد. كيف يعني هاد؟ شو هي خطتك؟ أول شي رح أرجع يلي هو لعيلتي، وبعدها رح أرجع الشوارع لأصولها، ولا تسألوني لوين رح بتوصل. أنا رح أطلع على الطريق مثل ما قال أخونا علمدار، يلي بيفكر بنهايته ما بيكون بطل. أنت إلا يا نجدت؟ إلا يا نهاد. وأنت يا بكتاش إلا؟ إلا يا نهاد. إحسان أنت إلا؟ إيه إلا يا نهاد. من شوي حكيت مع راسكم، قال لي انه رح ينفذ عملية، وهي العملية ضد رئيس وزراء تركيا خلال رحلته لإيران. صاحب الجلالة عنده علم بهي العملية؟ راسكن على حد علمي ما بيعمل عملية من دون علم صاحب الجلالة. بس هي العملية ممكن تقلب كتير من التوازنات. طيب شو رح بتكون مصلحتنا من هذا الشيء كله؟ المنفذ روسي، المكان إيران، والهدف تركيا. روسيا مهتمة كتير مشان نمنع التقارب الإيراني التركي بالآونة الأخيرة،
لهيك في دافع سياسي. راسكن إذا قدر ينفذ هذا الشيء راح نكون حصلنا على اللي بدنا إياه اقتصاديا وسياسيا بكل راحة. سياسيا قدرت أفهم، بس كيف رح نحقق مكاسب من الناحية الاقتصادية؟ أعطيت تعليماتي مشان نبيع أسهمنا يلي بالبورصة من تحت الطاولة. هاي العملية اللي رح تنعمل عن طريق رئيس الوزراء خارج البلد رح تزيد الشكوك تجاهنا، وخاصة بعد العمليات اللي عملناها بالفترة الأخيرة. تركيا بلشت تهتم بالأمن الاقتصادي وتراقب شو عم يصير. هنن لبين ما يحلوا هالشغلة نحن رح منكون وصلنا لهدفنا. مالي موافقتك بالرأي. الأمور تغيرت. الدولة وكلت مؤخراً المدعية العامة ليلى مشان تحقق بحركة حساباتنا. هاي كانت حبيبة علمدار، وهي المرة نفسها اللي قتلته لأخونا المرحوم جاك. مارغريت كانت تتعزه كتير لجاك. سبق بتركيا قتلنا مدعي عام أو قاضي؟ سبق بمرات محدودة، اضطرينا نقتل كم واحد منشان تمشي مصالحنا. طيب مثل ما بيقول صاحب الجلالة، يلي بينعمل مرة ممكن يتكرر بكل الأوقات. وأنا ممكن أقوم بهاي المهمة بكل سرور. تفضل. عفوا أستاذة، إجا السيد كوكتشير. ماشي. تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا حضرة المدعية. شو التطورات اللي صارت معنا؟ حسب الدراسات اللي عملها جهازنا للأمن الاقتصادي، هي إضبارة أهم اسم موجود ببلدنا وبيتعاون مع اللوبي اللي عم يعمل عمليات المضاربة المالية بالبورصة التركية لمصالح دولية. عمليات هالشخص اللي نفذها بالبلد لصالح جماعته من حراس المعبد سببت مع الوقت إنها تساهم بزعزعة اقتصاد بلدنا، والأرباح اللي حققها من أسواقنا المالية بهي الطريقة بتشكل مبلغ كتير كبير. حضرة المدعية، الارتباطات الخارجية لهذا اللوبي قوية كتير وفي إلها دعم الداخلي. الكشف عنهم لهدول بهالمرحلة ضروري من ناحية المال والاقتصاد، وأهم شيء من شان مستقبل بلدنا السياسي. المعلومات اللي قدرت حصلها من خلال البحث والتدقيق بأعمال مضاربة البورصة طلعت متطابقة مع هالملف. حضرة المدعية، باستخدامهم المصاري اللي عم يسلبوها من عرق شعبنا بطرق غير شرعية عم بتخليهم ياخدوا مكانة فعالة ببلدنا بقطاعات الطاقة والمناجم والبنوك والإعلام، يعني كل مرافق البلد. ومن خلال استخدام هي القوة عم يلحقوا أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وطبعاً عم يقللوا من اعتبار دولتنا بالمحافل الدولية من حيث الناحية المالية والاقتصادية. معناتها نحن كمان رح نحط كسبهم الغير شرعي تحت المراقبة الشديدة، ورح نوقف تأثيرهم بهذا القطاع الاستراتيجي. بعد ما تدخل على نظامنا كل التحقيقات تبعنا بإمكانكم تتحركوا. ونحن جاهزين حضرة المدعية. العملية تبعنا رح نبلشها بأقرب وقت ممكن. تفضل. حضرتك بتحب تسحب؟ ورقة واحدة. شبك.
نجدد بكتاش، انتوا تجولوا بهي الجهة. احسان انت تعال معي. اهلا وسهلا معلم نهاد. اي طاولة بتحب تقعد عليها؟ شو هي؟ معلم هدول طلعوا جداد. ولك هي ما إلها ايد. كلياتهم ديجيتال معلم، والايد تبعها قال انه بتوصل لتل ابيب وكوستاريكا. وكيف بدفع؟ ببطاقة الائتمان معلم. بداية موفقة نهاد. لك أنا ما بحب الخسارة يا ابني. روح قل لهم يجيبوا لي مصاري كاش. ماشي معلم. معلم شوف عم يسحبوا المصاري. شو اللي عم يصير؟ مين هاد؟ معلم نهاد ابنه لشاكر. ايه وشو بده؟ معلم هو ما بيحب يخسر، وقال كمان بده مصاري. قلت لي بده مصاري. خير شباب، شو بدكن؟ بدنا مصارينا. قديش بدكن؟ 5 مليون. اعطوهن المصاري اللي خسروها وخليهم يروحوا. حاضر. هدول خسارة اليوم بس. لك انت شو عم تحكي؟ جيت لمكان بلتزار تاخذ جزية يعني هاد شاكر؟ شو رأيك بلا هالولدني؟ أحسن ما كسر لك رجليك. وهلا نقلعوا من هون. هالمرة سماح. انت من مكان مين عم تقلع مين ولك؟ مين عم تقلع؟ معناتها بلش عد اللي رح يصير فيك. وهلا شفنا
امشي. تحرك. أنا حفيد ضياء اللازي ابن سليمان شاكر. أنا نهاد. جيت لهون من شان آخذ يلي انسرق من جدي وأبي. شو في نوادي قمار باسطنبول ومين ما كان صاحبهم أنا هو وريثهم الوحيد. واعتبارا من هاللحظة يكون بعلم الجميع يلي ما رح يدفع حقوسه بإيده. وبعد منا رصاصة براسه. صارنا زمان ما التقينا يا مارغريت. مبسوط كتير لأنك تذكرتيني بالآخر. بتمنى تكون عندك أخبار منيحة من شاني. إيه، عندي أخبار منيحة. إذا بتعمل اللي بقلك عليه، في مهمة بتوصلك للمكان اللي حابب كتير إنك توصل له. ليلى تركمان؟ يبدو إنك بتعرفها؟ مراد اللي عرفني عليها. شو بدك منها؟ هاي اليوم لازم تموت حتماً. لحظة يا مارغريت، ما عم بسمعي غلط ما هيك؟ انت عم تحكي عن قتل مدعية عامة واليوم كمان؟ شو هالعجلة؟ هاي العملية رح بتكون جزء من عملية أكبر وإلها وزن دولي. لهذا السبب عامل الوقت كتير مهم. وأنا شو رح استفيد؟ عم قلك إنه هاي عملية كبيرة رح بتصير يا صارب. بعتقد عندك تصور شو رح يكون انعكاسها على البورصة. هي فهمانة. قولي لي وأنا شو رح استفيد من وراء هالعملية هي؟ المحقق كين لوحده بهالفترة. إذا منحقق له طلبه هاد رح نقدر نقوى جوا، وإنت بتوصل على المكان اللي بدك إياه بكل سهولة وبساطة. اللي شو عملت بيا اللي أعطيتك إياهم؟ واحد منهم بعته مع ساعي البريد على العنوان اللي أعطيتني إياه، والتاني أعطيته لبابا عمر بإيدي. قال لك شي؟ لا، قبل ما أعطيه فرصة يحكي أي شي تركته ومشيت. سكر المحل لفترة وسافر من هون. مثل ما بدك عابد. قديش رح طول؟ ذكائي رح يخبرك إمتى ترجع. بابا عمر، أنا جهزت لك كل شيء، بس تكبس الزر بيشتغل. يسلموا ايديك. في شيء تاني بابا عمر؟ لا يا ابني، شكرا لك. يلا بخاطرك. مع السلامة يا ابني. سيدي، الجهاز انوصل على التلفزيون، فيكن تشوفوا. ماشي تيمور.
بابا عمر، إذا كنت عم بتشوف هذا الفيديو احتمال كبير أنا ما رح كون عايش، بس لوقت ما يوصلكن خبر موتي ما فكرت بأي حدا أمين أكتر من حضرتك مشان خبي هذا التسجيل عنده. بابا، مشان رفقاتي اللي بحبهم كتير، بعرف قديش هن مزعوجين ومعصبين مني، وبعرف كيف مفكرين إني أنا عم خونكن. كل شي عم أعمله إله سبب واحد، وهو أخذ بدار أخونا مراد علمدار. بعرف رح تعصبوا علي ورح تقولوا ليش ما حاربنا سوا. يمكن معكن حق، بس هذا طريق بيساع شخص واحد. إذا كان وصلكن هذا التسجيل يكون بعلمكن إنه أنا بنهاية الطريق، ودار أخي مراد علمدار أخذته، وبطلب من كل يلي زعلتهم وأزعجتهم وتعبتهم، ومن كل الشباب يلي بسبب اللي أنا فيه اضطريت أذيهم، بدي إياهم يسامحوني من قلبهم. محبتكم الشغلة الوحيدة يلي رح بتكون معي بكفني. إن لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلين فيك. بدي ما تواخذني من شان اليوم اللي حبيتوا تجتمعوا فيه معي. إن شاء الله العمر إلكن. عبد الحي طلع لساته عايش وما مات. وهالشي بيفرحنا. شو في بجدول أعمالنا؟ أول شي لازم وصل لحضرتك طلب لقاء أعضاء المجلس. حابين يعملوا اجتماع بأقرب وقت ممكن. لساتني عم جهز المكان، بس اتأكد من وضعه من الناحية الأمنية رح استدعي أعضائنا للاجتماع، وبتمنى من حضرتكم إنه تبلغون المعلومات اللي عم نتناولها بجدول أعمالنا. تفضل سيد سامي. أنا حابب أطرح موضوعين. الموضوع الأول بخصوص سندات الخزينة يلي عنا بتركيا، أما الثاني فبخصوص بورصة المعادن. ما في بتركيا معلومات عن مبادلة سندات الخزينة، يعني مو مسجلة بالأسماء، وما منعرف لمين هي تابعة، والحكومة دائما كانت عم تطالب أنه يتم تسجيل هي السندات بالأسماء، بس هذا الشيء كان عم يتم رفضه دائما من قبل المستفيدين، وهذا الشيء صار لازم يتم تنظيمه. الموضوع كتير معقد وصار لنا زمان عم نشتغل عليه. استاذي خلينا نعمل كل شيء مشان نحل الموضوع. الموضوع الثاني حراس المعبد عم يحصلوا على معلومات اللي بتخص الأراضي اللي فيها معادن من خلال التأثير والضغط على مؤسسات الدولة وعناصرهم المزروعة. الجماعة بسهولة عم يعرفوا وين في مناجم للاستثمار، وهيك من دون ما يتكلفوا بأي بحث عم يستولوا على احتياط الثروة الباطنية. ومن شان هذا الشيء عم بيأسسوا جمعيات ومنظمات مجتمع مدني من شان يشتروا الأراضي الغنية بالمعادن من دون ما يكون في مشاكل قانونية مع الدولة. رح نعمل شركة اسمها امتعة ونمولها من الصندوق يلي أسسناه، ومن خلال هي الشركة الدولة رح تسيطر على أراضي المناجم، ورح بلغ عاكف من شان يعمل مجموعة مراقبة تراقب الجمعيات والمنظمات المرتبطة بحراس المعبد، سواء يلي أسسوها جماعتهم هون أو المتعاونين معهم. بورصة المعادن اللي هي أهم من موضوع المناجم بكتير إلها أهمية خاصة بقطاع البنوك الإسلامية، لأنه عم بيتم إعادة شراء يومي، ونظام البنوك الإسلامية الحالي عم يضطر يستخدم بورصة معادن لندن. الإنجليز سكروا بورصة الذهب ببلدنا من زمان، لهيك رح نواجه صعوبات بفتح بورصة جديدة للمعادن، ووقت اللي رح نعمل هالشي أكيد رح نضطر ندفع الثمن. نحن بمرحلة لازم نذلل فيها كل الصعوبات. إذا قدرنا نحقق هذا الشيء ونجحنا
يعني إذا قدرنا نأسس بورصة نتاجر فيها بالمعادن التركية من خلال صندوقنا، بإمكاننا نسحب المصاري اللي عم تتداول ببورصة لندن ونجيبها على بلدنا. وهي طبعا مثل ما سبق وقلت حركة هجومية بغرض تكون حركة دفاعية، وهي حتكون أكبر ضربة حنوجهها لحراس المعبد. يمكن كمان من خلال بورصة المعادن، في حال زبطت يصير تداول مبالغ كبيرة مع البنوك الإسلامية ممكن توصل ل 300 مليار دولار سواء بتركيا أو مع الخليج وإيران. سياسة أوباما جديدة بخصوص الشرق الأوسط وإيران، حيكون تقارب تركيا مع إيران بهذا المعنى أكيد شيء كتير مهم، مو هيك يا سامي؟ بالضبط. غير هيك مبالغ بمليارات الدولارات لحراس المعبد عم بيتم استغلالها بالعقود النفطية والذهب، وفي حال حدوث كل شيء حكينا عنه فرح يهبط الذهب تحت $1000 والنفط حيصير بحوالي $30. وهذا الشيء فعلا رح يسبب أضرار مالية كبيرة بالنسبة للمنظومة تبعهم. يعني نهايتهم لحراس المعبد يلي ما بدهم يشوفوا بلدنا عندها قوة كتير كبيرة، وهيك رح يصير. مثل ما بتعرف عضو من الختيارية انقتل بأذربيجان. بدك تلاقي الرابط ورا عملية قتله، وبطريقك بتجيب فرسان جداد من أراضي دولتنا. ما قدرت لاقي العلبة اللي مو معروف شو هي ومين باعتها. خليك متابع بحثك لتعرف شو اللي صار. مكاننا صار مكشوف عليهن. برأيي ضروري نطلع من هون. هاي العملية مانا عملية من برا. لو كانت عملية من برا ما كانوا اكتفوا انه يهاجموا نظامنا الإلكتروني. عفوا سيد ريتشارد، بتشكوا بشي حدا؟ لهي اللحظة لا. طيب كيف بدنا نتحرك؟ متى ممكن تتركني مع عابد لوحدنا؟ عابد بدي اياك تبحث بالموضوع لوحدك وتقدم تقرير بالموضوع لإلي أنا. تفضل. تعال يا نهاد، ارتاح. امبارح حراس المعبد فلتوا من ايدينا باخر لحظة. بعرف كل شي صار يا نهاد. احتمال كبير تكونوا رحتوا على المكان يلي عم يعملوا فيه احتفال قبول عابد. بعدني ماني مصدق كيف عابد قدر يعمل هيك شي. نهاد، عبد الحي ما مات. كيف معلم؟ يعني نفد من القنبلة، بس طبعا الكل بده يعرف انه عبد الحي ميت. يعني عبد الحي عايش؟ عايش وهلأ عم يرتاح. أنا جبتك لهون مشان نحكي بموضوع تاني. بدك تترك الكي جي تي يا نهاد. ليش أنا عملت شي غلط؟ لا عم فكر كلفك بمهمة تانية. الشوارع هن شرايين المدن، والكي جي تي ما عم تكون فعالة وتأثر بهالشرايين. نحن بحاجة لشخص ذكي يقدر يجس نبض الشوارع ويقدر يتعامل على هواها. سمعت جدك وأبوك لساتها بالشارع عم تلمع، لهيك حابب تستخدم هذا الشيء وتكون صاحب كلمة بالشارع مثلهم. يعني رح أنزل تحت الأرض؟ بالضبط. رح أكون أنا وعاكف بالقصة؟ لا،
عاكف يمكن يكون عنده علم بمهمتك، بس حسب طريقك ممكن تكون ماشي ضده العاكف. كيف رح اشتغل لوحدي؟ في حدا تاني بتحب انه يكون معك؟ نجدة ابن اخته لزازة، بكتاش تبع ذو الفقار، ويمكن إحسان ما بيشكي من شي. شايف انك مزبط فريقك. هاي الساعة وقفت وقت اللي توفى أبوك. أبوك كان يشوف الوقت من هالساعة، ولهلأ من وقتها ما اشتغلت. من هلأ ورايح هي لإلك. هاي الساعة بدها تكون بإيدك على طول، وارتباطي معك رح يكون من خلالها. بس انتبه، إذا هاي الساعة وقفت أوتوماتيكيا معناتها بدي إياك تتصل فيني بأسرع وقت. الشغلات اللي لازم تبلش تعملها رح يشرح لك اياها تيمور. شكرا معلم. تعال لشوف. يلا تيسر، الله يكون معك. شو مفكر حالك عم تعمل؟ أنا ما عملت شيء. الحادث بنتك اللي عملته. بنتي بتبعد عنها. بدال ما تتشكرني جاي عم تعاتبني. بس لو ما كانت البنت بنتك. انت شو شغلتك مع بنتي؟ عادي، كانت صدفة. الحمد لله اللي كنت جنبها. شوف، كان حادث كتير فظيع. وكاميرات المراقبة مسجلتها كمان. كل شي كان من ترتيبك مو هيك؟ ليك لا تقلق، هي المشاهد مو موجودة إلا معي وبس، وكل الأدلة نظفتها، وما رح تطلع هاي الأدلة على العلن إلا بطلب مني. أنت شو نوعك من البشر؟ محب للخير، ونحن ناطرين منك مساعدتك من شان جمعيتنا. الرجال اللي كانوا مسؤولين عن قتل البارون الروسي بصربيا قدروا يهربوهم من السجن سيدي. منعرف مين يلي عمل العملية وقدر يهربون؟ الدولة التركية، فريق له علاقة مع الKGT. راحوا عملوا العملية بصربيا مشان ينطفوا يلي وراهم. هي أول حملة لإلهم. حملتهم الثانية ممكن تكون بباكو. مشان ياخدوا بتار عضو مجلسهم يلي صفينا لهم إياه. أكيد رح يتجهوا لهنيك. شو بتأمروا سيدي؟ بدي تتصل لي براسكم.
شو خير يا نهاد؟ شو عم تعمل بهالحياة غير انك تشرب دواء السعلة؟ شو همك؟ وشو هو هدفك؟ عم نركض بهالحياة، يلي بينادي لي بروح لعنده، مثل الورقة اليابسة، من أي جهة بتهب الريح بروح معه. معناها عطول يا إحسان عم تتحرك بس ما عندك هدف. وأنت يا نجدات، شو يلي رابطك بهي الحياة غير تاخد دار خالك؟ ولا ثي. وأنت يا بكتاش، شو ما بيقول لي عمي بعمله. أخي علمدار وأخي ميماتي وأخي عبد الحي ماتوا، وأبي مات، والشوارع ضلت للكلاب والطباع، ونحن قاعدين هون منشان يجي حدا ويقلنا يلا امشوا، حتى ما بنعرف يلي عم نعمله منشان شو. ما عاد عندي صبر استنى أكتر من هيك. الكي جي تي ما في إلا عم تلهينا، مو معروف شو عم نعمل، مو معروف مع مين عم نحارب، بس الشوارع ما فيها إلا الكلاب هون وهون. وأنا راجع على الشوارع من جديد. كيف يعني هاد؟ شو هي خطتك؟ أول شي رح أرجع يلي هو لعيلتي، وبعدها رح أرجع الشوارع لأصولها، ولا تسألوني لوين رح بتوصل. أنا رح أطلع على الطريق مثل ما قال أخونا علمدار، يلي بيفكر بنهايته ما بيكون بطل. أنت إلا يا نجدات؟ إلا يا نهاد. وأنت يا بكتاش إلا؟ إلا يا نهاد. إحسان أنت إلا؟ إيه إلا يا نهاد. من شوي حكيت مع راسكون، قال لي إنه رح ينفذ عملية، وهي العملية ضد رئيس وزراء تركيا خلال رحلته لإيران. صاحب الجلالة عنده علم بهي العملية؟ راسكون على حد علمي ما بيعمل عملية من دون علم صاحب الجلالة. بس هي العملية ممكن تقلب كتير من التوازنات. طيب شو رح بتكون مصلحتنا من هذا الشيء كله؟ المنفذ روسي، المكان إيران، والهدف تركيا. روسيا مهتمة كتير مشان نمنع التقارب الإيراني التركي بالآونة الأخيرة، لهيك في دافع سياسي. راسكون إذا قدر ينفذ هذا الشيء راح نكون حصلنا على اللي بدنا إياه اقتصادياً وسياسياً بكل راحة. سياسياً قدرت أفهم، بس كيف رح نحقق مكاسب من الناحية الاقتصادية؟ أعطيت تعليماتي مشان نبيع أسهمنا يلي بالبورصة من تحت الطاولة. هاي العملية اللي رح تنعمل عن طريق رئيس الوزراء خارج البلد رح تزيد الشكوك تجاهنا، وخاصة بعد العمليات اللي عملناها بالفترة الأخيرة. تركيا بلشت تهتم بالأمن الاقتصادي وتراقب شو عم يصير. هنن لبين ما يحلوا هالشغلة نحن رح منكون وصلنا لهدفنا.
مالي موافقتك بالرأي. خير شباب، شو بدكن؟ بدنا مصارينا. قديش بدكن؟ 5 مليون. عطوهن المصاري اللي فزروها وخليهم يروحوا. حاضر. هدول خسارة اليوم بس. لك انت شو عم تحكي؟ جيت لمكان بلتزار تاخد جزية يعني هاد شاكر؟ شو رأيك بلا هالولدني؟ أحسن ما كسر لك رجليك. وهلا نقلعوا من هون. هالمرة سماح. انت من مكان مين عم تقلع مين ولك؟ مين عم تقلع؟ معناتها بلش عد يلي رح يصير فيك. وهلا شفنا امشي. تحرك. أنا حفيد ضياء اللازي ابن سليمان شاكر. أنا نهاد. جيت لهون من شان آخذ يلي انسرق من جدي وأبي. شو في نوادي قمار باسطنبول ومين ما كان صاحبهم أنا هو وريثهم الوحيد. واعتبارا من هاللحظة يكون بعلم الجميع يلي ما رح يدفع حقوسه بإيده. وبعد منا رصاصة براسه. صارنا زمان ما التقينا يا مارغريت. مبسوط كتير لأنك تذكرتيني بالآخر. بتمنى تكون عندك أخبار منيحة من شاني. إيه، عندي أخبار منيحة. إذا بتعمل اللي بقلك عليه، في مهمة بتوصلك للمكان اللي حابب كتير إنك توصل له.
ليلى تركمان؟ يبدو انك بتعرفها. مراد اللي عرفني عليها. شو بدك منها؟ هاي اليوم لازم تموت حتما. لحظة يا مارغريت، ما عم بسمعي غلط ما هيك؟ انت عم تحكي عن قتل مدعية عامة واليوم كمان؟ شو هالعجلة؟ هاي العملية رح بتكون جزء من عملية أكبر وإلها وزن دولي. لهذا السبب عامل الوقت كتير مهم. وأنا شو رح استفيد؟ عم قلك إنه هاي عملية كبيرة رح بتصير يا صارب. بعتقد عندك تصور شو رح يكون انعكاسها على البورصة. هي فهمانة. قولي لي وأنا شو رح استفيد من وراء هالعملية هي؟ المحقق كين لوحده بهالفترة، إذا منحقق له طلبه هاد رح نقدر نقوى جوا، وإنت بتوصل على المكان اللي بدك إياه بكل سهولة وبساطة. اللي شو عملت بيلي أعطيتك إياهم؟ واحد منهم بعته مع ساعي البريد على العنوان اللي أعطيتني إياه، والتاني أعطيته لبابا عمر بإيدي. قال لك شيء؟ الأمور تغيرت. الدولة وكلت مؤخراً المدعية العامة ليلى مشان تحقق بحركة حساباتنا. هاي كانت حبيبة علمدار، وهي المرة نفسها اللي قتلته لأخونا المرحوم جاك. مارغريت كانت تتعزه كتير لجاك. سبق بتركيا قتلنا مدعي عام أو قاضي؟ سبق بمرات محدودة، اضطرينا نقتل كم واحد من شان تمشي مصالحنا. طيب مثل ما بيقول صاحب الجلالة، يلي بينعمل مرة ممكن يتكرر بكل الأوقات. وأنا ممكن أقوم بهاي المهمة بكل سرور. تفضل. عفوا أستاذة، إجا السيد كوكتشير. ماشي. تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا حضرة المدعية. شو التطورات اللي صارت معنا؟ حسب الدراسات اللي عملها جهازنا للأمن الاقتصادي، هي إضبارة أهم اسم موجود ببلدنا وبيتعاون مع اللوبي اللي عم يعمل عمليات المضاربة المالية بالبورصة التركية لمصالح دولية. عمليات هالشخص اللي نفذها بالبلد لصالح جماعته من حراس المعبد سببت مع الوقت إنها تساهم بزعزعة اقتصاد بلدنا، والأرباح اللي حققها من أسواقنا المالية بهي الطريقة بتشكل مبلغ كتير كبير. حضرة المدعية، الارتباطات الخارجية لهذا اللوبي قوية كتير وفي إلها دعم الداخلي. الكشف عنهم لهدول بهالمرحلة ضروري من ناحية المال والاقتصاد، وأهم شيء من شان مستقبل بلدنا السياسي. المعلومات اللي قدرت حصلها من خلال البحث والتدقيق بأعمال مضاربة البورصة طلعت متطابقة مع هالملف. حضرة المدعية، باستخدامهم المصاري اللي عم يسلبوها من عرق شعبنا بطرق غير شرعية عم بتخليهم ياخدوا مكانة فعالة ببلدنا بقطاعات الطاقة والمناجم والبنوك والإعلام، يعني كل مرافق البلد. ومن خلال استخدام هي القوة عم يلحقوا أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وطبعاً عم يقللوا من اعتبار دولتنا بالمحافل الدولية من حيث الناحية المالية والاقتصادية. معناتها نحن كمان رح نحط كسبهم الغير شرعي تحت المراقبة الشديدة،
ورح نوقف تأثيرهم بهذا القطاع الاستراتيجي. بعد ما تدخل على نظامنا كل التحقيقات تبعنا بإمكانكم تتحركوا. ونحن جاهزين حضرة المدعي. العملية تبعنا رح نبلشها بأقرب وقت ممكن. تفضل. حضرتك بتحب تسحب؟ ورقة واحدة. شبك. نجدد بكتاش، انتوا تجولوا بهي الجهة. احسان انت تعال معي. اهلا وسهلا معلم نهاد. اي طاولة بتحب تقعد عليها؟ شو هي؟ معلم هدول طلعوا جداد. ولك هي ما إلها ايد. كلياتهم ديجيتال معلم، والايد تبعها قال انه بتوصل لتل ابيب وكوستاريكا. وكيف بدفع؟ ببطاقة الائتمان معلم. بداية موفقة نهاد. لك أنا ما بحب الخسارة يا ابني. روح قل لهم يجيبوا لي مصاري كاش. ماشي معلم. معلم شوف عم يسحبوا المصاري. شو اللي عم يصير؟ مين هاد؟ معلم نهاد ابنه لشاكر. ايه وشو بده؟ معلم هو ما بيحب يخسر، وقال كمان بده مصاري. قلت لي بده مصاري. شو قال لك أخونا مراد؟ قال إنه ما لازم مخلوق يشوفني، بس المقربين لإلي، لأنه حياة عابد مرتبطة بهذا الشيء. بس عابد هو يلي عمل معك هيك. طيب قديش رح نضل هون؟ ليش ما عجبك هون؟ لا مو لهيك سألت، بس تكون جنبي ما بيفرق معي وين ما كنا نكون يا عبد الحي. بس اللي شاغل بالي شو رح بيصير معنا بعد كل هاد اللي صار؟ شو رح بيصير بحالتنا؟ نايا،
أنا نيتي واضحة كتير معك. الليلة كان عندي آخر حساب كان لازم سكره مشان ارتاح، وهلأ خلصت. عن جد خلصت كل شي؟ من ناحيتي أنا خالص كل شي. هذا علي. افتحي له الباب خليه يجي. أهلا وسهلا علي. انشغل بالي دغري اجيت. خير ان شاء الله، ليش قاعدة هون؟ خير يا علي، خير. فوت لجوا ورح تفهم. بسم الله. معلمي؟ أهلين علي. انت دبرتي كل شي ما هيك؟ متأكد إنه لازم نعمل هالشي؟ ايه متأكد. هلأ جماعتنا رح يطلبوا تشريح الجثة جوا. بدي اياكي تدخلي على التشريح مع الدكتور أكرم وبتحلوها هنيك جوا. طالما الجثة محروقة، الDNA احتمال كبير ياخدوه من السنان. جيبي لي محرمة عليها كحول. هذا أقرب واحد منهم لعبد الحي من ناحية البنية. جبتي العينة؟ بعتقد هي كافية. كل شي مثل ما حكينا، ما لازم حدا يعرف. تعالي قعدي على الكرسي. طيب وليش ما خبرتوني لإلي؟ تعال اقعد يا علي، رح بحكي لك. انتو هلأ بمكان الشايب وبحمايته كمان، وحاليا رح تضلوا هون، وأنا وكارا رح نهتم بتدريبكن. طيب شو رح نعمل؟ مع الوقت رح تشوفوا شو رح تعملوا، بس قبل كل شي اللي لازم تعرفوه انكم رح تخدموا اللواء الأسود. شو هو اللواء الأسود؟ لواء حرب الرسول. غير هيك كان من أول ألوية الأتراك. اللواء الأسود رح يكون واقف مع المظلوم لينهي ظلم الظالم. معناتها انتوا لو ما اشتبكتوا مع ايفان، هنن كانوا رح يشتبكوا معكم.
نحن سابقينهم بخطوة يا كارا. معلم، بتعرف بالخناقة اللكمات ما بتنعد. هي بس لكمة وحدة. كارا، قد ما أسسنا اللواء الأسود على مهل وقدرنا ننفذ العمليات تبعنا من دون ضجة، قد ما بيتأخروا حراس المعبد لحتى ينتبهوا علينا. بس يا معلم، ما في إمكانية تقدر تتحرك بالبلقان من دون ضجة. كارا، أي حركة تفجير رح تخلي حراس المعبد ينتبهوا. هالمرة لازم نكون هادين. حاضر يا معلم. وهلأ لوين رح نروح؟ على أذربيجان. بلاد الأخوة؟